ايه اللي معورك في رقبتك كده؟ دي خناقه بينه وبين صاحب الشغل. ليه بقى؟ كان عايز ياكل عليا فلوس الشغل. مثلا بنبقى شغالين معاه بنصحى من الساعه 6 بنقولش لا للشغل عشان جايين ناكل عيش ونساعد اهالينا، وفي الاخر بياكل علينا الفلوس. نيجي نطلب علينا الفلوس يقول بكره بعده. واحد صاحبي كان شغال معانا، فالمهم كان بيطلب منه فلوس وكده، يمد ايده عليه عشان مش عايز يشتغل معاه تاني عشان مش عايز يديله الفلوس. ايه بيمد ايده عليه؟ بيمد ايده عليه عشان مش عايز يديله الفلوس، عشان بيقول له مش عايز اشتغل معاك تاني. ليه هو الشغل بالعافيه؟ هم الكبوات المصريين كده. طب ليه ما تشتكوهوش؟ انتوا ازاي ساكتين على كده يعني؟ احنا ما معناش فلوس للمحامي، احنا ما معناش فلوس للمحامي. هو واخدها يعني نظام عافيه، ان هو مثلا بقاله 17 سنه ولا 20 سنه ان هو بقى ايه يضحك على الشباب الصغيره اللي هي جايه لسه جايه جديده بقى. هو قال لك هيديك الفلوس دي امتى؟ قال لي يوم 10/9 بعد ما عملت في دونتش. دلوقتي انت مستني لحد 10 9 عشان اخد، عشان اجيب سكن، عشان انا نايم في الشارع. يعني انت مش قاعد في سكن مش اصلا؟ قاعد في سكن اصلا. امال ايه؟ لسه مطرود بقى 4 ايام من السكن عشان كنت ساكن معاه في نفس الشقه. طردني من الشغل ومن السكن. تنام فين بقى؟ ما بننامش اصلا، ده انا قاعدين تاني يوم لحد ما ربنا يفرج. تعمل ايه بقى كده؟ يعني انت دلوقتي قاعد من غير شغل قاعد من سكن. غير شغل ومن غير سكن، قاعد في الشارع زي ما انت شايف كده. ليه ما عندكش حد قريبك؟ ماليش اي حد هنا. كان كذا واحد قريب ابوي، لا صحابي بيدوروا برضه بيقفوا جنبي بس مش بايديهم برضه، كل واحد برضه في اللي مكفيه. طب بتصرف ازاي ولا عايش ازاي دلوقتي؟ الحمد لله من كله من عند ربنا، كله من عند ربنا. طب ما تروح الكوميونيتا، روح في اي حته تقعد ما انا فيها بدل كنت في كومرتاي وطلعوني، كملت ال 18 طلعوني. طب انت يا ابني كده ازاي عايش؟ بدور على سكن، انا مش حابب القعده في الشارع. حسب الله ونعم الوكيل في كل واحد مصري بياكل حق حد.